مساء الخير، ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني يا اختي انت وهي، ما تنسيش تحط لنا لايكات، تشتركي عندنا، تفعلي الجرس. بصوا، انا هعمل معاكم تحدي. عاوزين الفيديو دوت يجيب لايكات كتير زي المشاهدات بالظبط. يعني الفيديو لو جاب 50,000 مشاهده، اللايكات تبقى 50,000 لايك. ايه رايكم في الفكره ديت؟ شجعونا باللايك بقى. النهارده الروتين بتاعنا في اوضه النوم. الاوضه يا جدعان فاتحه، فبتتطرب بسرعه جدا جدا. وانا كمان عندي هبوط وتعبانه من الصيام ودايخه وهبدان بقى. بصوا، كسل كسل فظيع عندي، وكمان يعني عندي وخم كده، مش قادره اعمل حاجه، بفطر وعاوزه انام على طول. فالاوضه بتاعتي اتملت تراب بطريقه رهيبه. فقلت لهبه تعالي يا قلبي بقى ساعديني في الاوضه. فمسكنا اول حاجه، غيرنا الملايه ولمعت الدولاب بتاعي كده اهوت بالملمع بتاع الخشب. بصوا المرتبه عماله اجيب فيها اليمين في شمال، عاوزه اخليها نظيفه عشان مليانه تراب من رجل لولي بتيجي تلعب على السرير فبتتملهولي تراب. اللايك يا اختي، وصلي كده على النبي، يا رب تعملي لايك تسمعي خبر سعيد النهارده. شلت الملايه بتاعتي دخلتها في الغساله، قلت ايه اشغل عليها الغساله عشان تنشف، لاني ما عنديش ملايات كتير فاهمين. فدخلت شويه اوكسي صغننين وشغلت على الغساله بتاعتي يا دوبك نص ساعه بس. قلت عبال ما اخلص الاوضه انشرها. مسكت بقى الكفر ده بتاع المرتبه، ده مش ملايه اوكي. حطيت الكفر عمالة وهبه بقى نجيب مره يمين مره شمال. في الاخر ندهت الجوز قلت له تعالى انت ركبهولي عشان مش قادره. وطلعت ملايه وفرشتها. بصوا وضع الحمل في الفرش السرير وكده بيكون صعب جدا وفي الروتين اصلا. فانت لو حامل زيي استعيني ببنتك الصغيره او بجوزك، اي حد في البيت، قولوا تعالى ساعدني انت عندك عذرك، واعملي كل يوم حاجه. يعني لو كنت حامل زي حالاتي كده، كل يوم اعملي مثلا اوضه، مطبخ، حمام، حاجه كده. هو بتعمليش الشقه مره واحده كلها عشان ما تتعبيش ويجيلك طلق وكده هوت وتتعبي. فاعملي كل يوم جزء صغنن مش من الشقه، مره البلكونه، مره تطبيق غسيل. ما تجيش على نفسك عشان ما تتعبيش، لان في الاخر محدش هينفعك. فانا عملت الاوضه بس كده هوت، وبعدين ارتحت. يعني فاهمين، انا بعمل معاكم اهوت واحده واحده، وبصور لكم وبقول لكم حطوا لايكات كتير. هنا فرشت بقى الملايه بتاعتي وقلت ايه طبق البطانيه بتاعتي شكلي جميل كده اهوت، شكلي السمبوسه اللي احنا بناكلها يا جدعان. بصوا شكل حلو اهو في الاخر، عماله اجيبها يمين في شمال، فالحمد لله. في الاخر برش معطر على السرير بيدي ريحه حلوه كده اهوت. رش يعني عطري اوضتك على قد ما تقدري. تعبت بقى وقعدت شربت شويه ميه وخدت الكالسيوم بتاعي، وعماله انهج بقى اقول يا رب يا رب. الفيديو ده متصور بعد الفطار ها، يعني فطرت كده وشربت فنجان قهوه وقعدت صورته لكم كده على مزاج، انا اللي مصوره نفسي. قولوا لي التصوير حلو ولا لا، والاضاءه والكلام دوت. وانا كمان ايه اللي عملت المونتاج، وكمان ايه وبسجل انا وانا قاعده كده اهوت واحده واحده. يا جدعان عاوزه يعني اعمل لكم فيديوهات كده انا اللي اعملها عشان الامتحانات داخله على محمد، فانا عاوزه ايه يعني ايه اساعده شويه فاهمين. فمسكت التسريحه بقى وقعدت ايه ارتب فيها المعها. بقول لكم حطوا اللايك يا اختي، حطوا اللايك، انا تعبت جدا في الفيديو دوت. وهبه بتساعدني برضو بتحط الكريمات والحاجات ديت. انا مش بدخل لولي في اوضه النوم كتير فاهمين، بنامها مع هبه عشان برضو ايه مش تبهدل الحاجه، شلتها صغنونه. وكمان عاوزه اعلمها انها تنام لوحدها. علمتها الحمد لله تقعد على الحمام، فبرضو بتنام لوحدها. علمتها واحده واحده عشان تبقى مع اخواتها شطوره كده اهوت. بنرتب بقى التسريحه، بقول لهبه يلا حطي لي الكريمات، وهبه عماله تجيب. بصوا يا جدعان اوضه النوم الفاتحه بتتبهدل بسرعه، يعني برضو الغامقه كده، بس الفاتحه لاحظت عليها بتتملي تراب كتير قوي قوي قوي. فلازما يعني مرتين في الاسبوع او مره على قد ما تقدري. انت لو مش حامل اعمليها كل يوم، لكن عشان انا الحمل فتعبني ما بقدرش اعملها. يعني ممكن اعملها مره في الاسبوع. انا لسه عاملاها من قريب فتوسخت تاني. وبنعملها انا وجوزي ساعات، هو بقول له شيل المرتبه يعني كده يمسح تحت السرير وكده واحده واحده. بنعمل حاجات مع نفسنا. انا لوحدي ما اقدرش اعمل حاجه يا جدعان، بتعب وبهنج. اللي برشه دوت ده ملمع بس للخشب. رشيت كده اهوت وعماله المع. المرايه عندي لسه جديده يعني نضيفه ما فيهاش اي حاجه. نفسي افتح الشباك بس بعيد عنكم، يعني الشارع عندنا مليان زباله بقى ومهملات وكده، فانا بخاف افتح عشان مش يخش ايه دبان وناموس وكده. هو كفايه الدبانتين اللي عندنا عمالين يلفوا حواليني طول الفيديو وجابولي صداع. فرش بقى المفرش بتاعي. بصوا برجع بقى الحاجات واحده واحده انا وهبه. هبه بقى عاوز تحطي تشكيله مع دماغها، وانا عامله لا، اقول لها جيبي ديت تقولي لا حطي دي يا ماما. وقعدنا انا وهبه في التسريحه دي فتره طويله، يعني قعدنا اكتر من نص ساعه عمالين ايه معلش يا اختي اعذريني. قعدنا بقى نحط بقى المكياج والكريمات وحاجات زي كده. هبه بترجع اهو بعد ما فضيناها بنرجع ايه نرجع تاني. بوريكم بقول لكم دوت كريم الشمس ده معرفش ايه فاهمين، حاجات زي كده اهوت. يعني دلعي نفسك يا اختي، ما تجيش تقولي عشان انا اتجوزت بقى وعندي طفله وحامل فانا مش همكيج نفسي. لا جيبي حاجات وخليها كده اهوت، يعني في يوم يكون مودك يعني مقرفانه من الدنيا فتمكيجي وانت قاعده ظبطي نفسك وظبطي حالك كده. خلصت بقى. بصوا التسريحه اهيت عماله المع فيها.
حط لنا اللايك يا اختي وانت قاعده كده اهوت، واعملي فنجان نسكافيه لو بتشوفي الفيديو بعد الفطار. لو قبل الفطار بقى ما تعمليش حاجه، اقعدي بس كده اهو مع نفسك وما تعمليش اي حاجه. حطينا بقى المفارش، بصوا المفرش واحده يمين وواحده شمال. وبقول لكم انا خلاص بقى يا جدعان تعبت كده اهوت، وبلمع بقى الدراج من تحت كده اهوت. التسريح عشان فاتحين اوضه النوم فاتحه جدا، فلقيتها مليانه تراب بطريقه هبل، يعني بطريقه كتير. بوريكم حتى تراب في القماشه، بقول لكم بصوا قد ايه تراب، بصوا يا جماعه. فجامده جدا. قلت انفض بقى الكرسي اللي هو جاي مع الاوضه، فنفضته كويس ونفضت الستاره. فتحت كمان شباك الشباك ده لو صورت لكم من تحت هتلاقوا كميه زباله مرميه تحت البيت فظيعه. فانا مش بفتح، يا دوبك بفتح شويه هوي وبقفل على طول عشان الدبان والناموس وكده اهوت. كده خلصنا بقى، وبصوا الاوضه جميله ازاي. حطوا لنا اللايك، حطوا لنا اللايك يا اختي وشجعينا. بعد ما خلصت التسريحه خلصت منها، جبت بقى المقشه بتاعتي وبكنس السجاده بس على خفيف عشان التراب بتاعي ما يطلعش على السرير وكده. كنستها وبعدين لفتها بالراحه كده اهوت، ويعني لفتها تنفيذه بسيطه، هي اصلا مش وسخه قوي. وقلت ليه بطلعها على البلكونه عبال ما احنا نكنس بقى الحته ديت برضو اللي جنب السرير. بنجيب يعني بنظبط انا وهبه واحده واحده. هبه دلوقتي نايمه، انا سجلت الفيديو بعد ما نامت. حطوا لنا لايك بقى يا اختي انت وهي كده اهوت، وادعوا لي ربنا يقومني بالسلامه ويرزق كل مشتاق يا رب، ويقويني على رمضان. لفيت بقى السجاده التانية وحطيتها على جنب كده اهوت يا اختي. وقلت اكنس بقى السيراميك بتاعي. وبصوا طلع شويه تراب برضو. بصوا مهما تعملي ان شاء الله لو كل يوم هتطلعي تراب، على فكره اي بيت كده طالما فيه اطفال لازم تطلعي تراب في الاخر. ويجي في الاخر يقولك انت ست معفنه، وانت ست مش بتنضفي، وانت ست مهمله. وفي الاخر هو البيت طبعا فيه عيال وفي حد في البيت فيه حركه لازم بيتوسخ منك. فمهما تعملي برضو هتطلعي تراب والله. يعني انا لو قمت تاني يوم صورت لكم فيديو هطلع لكم تراب برضو. جبت بقى شويه ميه وبحط فيهم شويه دوني صغننين عشان امسح الاوضه. الجردل ده الصراحه روعه جدا والمساحه بتاعته حلوه، بس عاوزاكي تكوني مركزه وانت بتمسحي. مسحت الاوضه كويس. بجيب جنب الدولاب بقى، كنت هاخد يا اختي انت وهي زحليقه وانا بمسح عشان حاطه دوني كده اهوت وشويه اريال. كنت هتقلب قلبه كويسه، بس الحمد لله ربنا ستر. كان زماني دلوقتي بقى محجوزه في المستشفى بقى، ما فيش بقى تصوير ولا حاجات زي كده. كان زماني رحت انا والبيبي اللي في بطني، لان احنا في فتره دلوقتي ما ينفعش ان انا اولد فيها. انا في نهايه الخامس، ولا ينفع اولد ولا ينفع يخش حضانه ولا ينفع الزحله ولا اي حاجه. بس الحمد لله ربنا ستر. كنت هزحلق في الفيديو ده مرتين والله العظيم. يعني المفروض تحطوا لنا لايكات كتير كده وتقولوا لي ربنا يثبت حملك يا ام زياد ويرزق كل مشتاق يا رب. والجردل كمان تقيل عليا، فعماله اشيل جرادل وعماله ازق لكم واقول بقى عشان انتوا عمالين تقولوا لي شجعينا بالفيديوهات الروتينات يا ام زياد. فين الروتين يا ام زياد؟ من ساعه ما حملتي بقيتي كسلانه يا ام زياد. فانا قلت بقى اقوم اصور لكم بقى. جبت هنا جنب السرير بقى كده اهوت، وقعدت المع، وقعدت هبه ولولي على السرير وجايبين كرتون بيتفرجوا على التليفون بتاع محمد. خدته منه بقى، قلت له هاتوا بقى العيال يتفرجوا على الكرتون كده. كده خلصت الاوضه مسحتها، رحت جبت المشايه اللي جنب السرير، وجبت المشايه التانية دي صغنونه. في الشتاء باذن الله هنجيب واحده كبيره، احنا خلاص دخلنا على الصيف. ورشيت في الاوضه كده رشتين معطر. وهنا برضو كنت هزحلق وانا بفرش السجاده، فرشتها وجيت احط معطر. جيت امشي السجاده كانت تزحلقني وانا ماشيه. ولعت لكم بقى الاضاءه بتاعه رمضان، وقعدنا انا ولولي وهبه على السرير وبعدين نقول حلو يحلو ونلعب شويه. لولي كمان صيفت خلاص لاني مش طايقه ترنجات خالص يا جدعان. بتقول لكم حطوا اللايك يا جدعان. قعدنا هنا ناخد بريك بقى انا وهبه ولولي، عمال نبوس في بعض بقى. وهبه تقول لي ربنا يومك بالسلامه يا ماما وتطبطب عليا. وحطوا لنا اللايكات بقى اختي انت وهي. مش عارفه هي بتديني ايه. ببخر كده بقى. خلصت الاوضه، جوزي جاب لي حته فحمه وحطيت عليها حته بخور صغنونه جدا جدا، وعماله ابخر هبه وقالوا لي اقول لهم ربنا يحرسكم. وبخرت بقى الاوضه وبخرت النون ويجي بالسلامه يا رب. وعماله ابخر كده ونقول قران، يعني مشغلين قران في الفيديو بس طبعا مش هينفع يطلع لكم عشان انا بسجل صوت بعد ما بخلص. وبخرت السرير كمان، وبخرت كل حاجه. البخور بيدي ريحه حلوه في الاوضه، وكمان يعني بيخليكي الاوضه ريحتها هاديه كده وجميله احسن من المعطرات. هنا بقى يا جدعان خلاص اهو واقفين بنقول لكم بصوا يا جدعان احنا تعبنا انا وهبه ونقول بنقول لكم يا جدعان حطوا لنا لايكات كتير كتير، وبنحبكم قوي 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 قوي. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. بصوا حطينا نور تحت السرير وظبطنا الدنيا. بصوا عايشنا دور حلو كده اهوت. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وبحبكم قوي قوي.